95% من الناس ما يعرفوش ان قانون الجذب نوعين: قانون جذب حلال وقانون جذب حرام ممكن يوصل صاحبه لحد الشرك بالله. طب ايه الفرق؟ قانون الجذب الحلال والحقيقي واللي فعلا ممكن يغير حياتك 180 درجة واللي اتكلمت كتير عنه في فيديوهاتي قبل كده ملوش علاقة بطاقة ولا ذبذبات ولا الكون ولا ليه علاقة. هو ليه علاقة بدماغك انت، وهو مزيج من علم النفس السلوكي وعلم الأعصاب، يعني له أساس علمي مش مجرد وهم أو كلام بيتقال، وكله تركيزه على دماغ الإنسان إزاي بتشتغل وإزاي تتغير. لأنك لما تفهم ده هتعرف إن دماغك ما بتشوفش الدنيا زي ما هي، دماغك بتشوفها بنضارة الأفكار ومعتقداتك وتجاربك. بدليل إنك وانت طفل كنت بتخاف من حاجات كتير قوي وانت دلوقتي شايفها تافهة وعادية جدا. نفس الشيء نفس الحدث، لكن شعورك اتغير لما وعيك اتغير، وده أكبر دليل إن اللي بيغير إحساسك مش الواقع إنما نظرتك ليه. باختصار اللي جواك هو اللي بيصنع اللي قدامك، معتقداتك هي اللي بترسم شكل حياتك مش العكس. ومن رحمة ربنا بينا خلقنا وعارف إننا مش مخيرين نتولد فين وفي أي ظروف، فعوض الإنسان بقدرة عظيمة جوه دماغه اسمها المرونة العصبية. المرونة العصبية ببساطة إن المسارات اللي اتشكلت جوه دماغك وأنت صغير مش نهائية، دماغك تقدر تعيد برمجتها وتعيد الطريقة اللي بتشوف بيها حياتك. وده السبب إن العلم والدين اتفقوا على نفس المعنى، إن التغيير الحقيقي بيبدأ من جواك ومن الطريقة اللي دماغك بتشوف بيها العالم. وربنا قالها صريحة في القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. يعني أول ما يتغير اللي جواك يتغير كل اللي حواليك. أما بقى قانون الجذب الحرام اللي كل المشايخ حرموه، هو قانون الجذب اللي مبني على الروحانيات والذبذبات والكون والكلام الفارغ ده، واللي بيقول لك إنك تجذب أي حاجة بمجرد التفكير من غير سعي من غير سبب من غير أي اعتماد على ربنا خالص. النسخة دي خطورتها إنها بتدي الإنسان أكبر من حجمه وتحط في دماغه إن هو اللي بيسير الكون وإن الكون بيدور حوالين رغباته، وده يدخل صاحبه في منطقة خطيرة جدا جدا. ليه؟ لأن في اللحظة اللي تصدق إنك تقدر تغير قدرك بمجرد فكرة تبقى شلت ربنا من المعادلة وافتكرت إن القوة منك وإن الكون بيستجيب لك كإله صغير. وده أصل التحريم، مش لأن التفكير حرام، لكن لأن الفكرة نفسها بتلغي التوكل، وبتلغي الأخذ بالأسباب وبتدي الإنسان دور مش دوره. وعشان كده العلماء قالوا إن النوع ده بيوصل صاحبه لحد الشرك بالله من غير ما يحس. والغريب أصلا إن النسخة دي لا يستند إليها أي نوع من أنواع العلوم ولا بحث محترم، مجرد خرافات معمولة عشان تتباع كورسات وتتعمل محاضرات ويتلم بيها جمهور تايه. نهاية حابب أسمع رأيك في التعليقات وتقولي هل أنت كنت عارف إن في فرق ما بين النوعين ولا لأ؟ وبس كده.